بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبتي في قناة مطبخ ليان كيتشن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم راح ندير معكم كيكة عيد ميلاد درتها لبنتي بسيطة، لكن منظرها يشهي، بطبيعة الحال هي تشهي بذوق الموز. درتها لبنتي ليان، ربي يطول في عمرها ويحفظها ويحفظ جميع بناتكم إن شاء الله يا رب العالمين، ونشوفوهم في أعلى المراتب إن شاء الله، وربي يجعلهم من التائبات الصالحات القانتات العابدات لله عز وجل يا رب العالمين. شوفوا هنا درتها ب4 طبقات كما راكم تشوفوا، والجنواز تاعها راح نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط تاعها، لاني باش ما يكونش الفيديو طويل، واستعملتها معاكم عدة مرات. شوفوا جات ما شاء الله، والكريمة درتها بنكهة الموز كذلك وشوفوا جات طرية خلاص. صراحة هنا راني قطعتها وهي مازالت الكريمة سخونة، ما خليتهاش حتى تبرد. ما تنسونيش حباباتي بالدعم والاشتراك، خليوا لي لايك، خليوا لي جيم باش تحفزوني الاكثر والاكثر ان شاء الله. وهنا نبدا معاكم. شوف هنا قطعت بهذا الساسو، هنا درت في بلاطو كبير وقطعت 4 دوائر، تحصلت على 3 دوائر، وتحصلت على الاطراف تاع الجنواز، تحصلت عليهم القطع هذيك، زدت قطعتها تحصلت على الرابعة. وهنا درت الكريم شانتي، درت 2 كؤوس غبرة كريم شانتي مع كاس، وكاس الثاني غير ربع، ثم 2 كؤوس الا ربع من الماء البارد جدا او الحليب. وهنا كما راكم تشوفوا درت الطبقة الاولى وشربتها بالسيرو اللي قلته لكم هذيك النهار، اللي هو 2 كيسان ماء مع كاس سكر، نحطوهم يغليو مدة 10 دقائق ونطفيو عليهم، نضيفوا لهم شريحة من الليمون وقليل من اللافاني، ونخليوهم يبردوا تماما ونخبيوهم. عندما نحب نستعملوا كيكة او اي حاجة تتشرب بالسيرو، نجبدو نشربوها، يجينا اسهل واسهل. خير ما كل ما نديروا كيكة نضارو نطيبوا نضارو تحطوه في قارورة هك تساعدكم اكثر واكثر. كما راكم تشوفوا درت الطبقة الثانية من الجنواز وشربوها مليح، نحب الكيكة تاعي تكون مشربة مليح مليح كما راكم تشوفوا. وهنا نزيد ندير طبقة من الكريمة. هنا استعينوا بالملعقة، استعينوا اي حاجة كوبات عندكم. هنا راني جبت كمية اخرى من الكريمة ونوزعها على السطح جيدا. يعني عجبتني الله يبارك طريقة السيرسو، افضل وافضل، تخرج لك النتيجة ما شاء الله. ننصحكم اشريوه، تلقاوه لعدة استعمالات. تقدروا تخدموا به تيراميسو مليح ثاني ما شاء الله. هنا أنا حطيت الطبقة الرابعة، هنا نضغطوا ضغطة خفيفة برك. وهنا الطبقة الأخرى ما نديروش كريم شانتي بزاف، لأني راح ندير فيه ناباج من الفوق، وناباج راني سبقت وخدمته معاكم من قبل في الكيكة لي ترونش باتيسري عفوا. خدمته معاكم فير بيستاش، وهذا بنكهة الليمون، عفوا بنكهة الموز أي البنان. هنا سويو السطح قليل فقط من كريم شانتي، لأنها راهي متشبع بالكريمة ما شاء الله، فيها كمية
كمية كبيرة من كريم شانتيه. وما تنساوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا حطيت الكيكة تاعي تبرد حوالي ربع ساعة، ما بردت ليش يعني مليح. وهنا نحيو الساغسو بالعقل برفق خلاو يتنحى عادي جدا كما راكم تشوفوا. لانه الحواشي راني راح نغلفهم بكريم شانتيه بالورود، لهذا ما نسحقوش الكريم شانتيه بزاف يعني في الحواف. هنا والله الكريمه تاعي راهي صفرة لونها مليح مليح ما شاء الله. هنا التصوير ما عطلهاش حقها صراحه. وهنا شوفوا، هنا نديروا بالقمع هذا المسنن نديروا على شكل وردات. هنا الشكل بسيط وحلو في نفس الوقت. وهنا هو الناباج تاعنا اللي درته معاكم، قلت لكم مسبقا. ودوك نحط لكم الوصفة في صندوق الرابط في صندوق الوصف. وهنا نوزع على كامل الكيكة تاعي. انا خدمته وخليته برد، هنا راهو دافي فقط. ادعيوا معانا للمرضى، ربي يشفي كل مريض يعاني في صمت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. شفاؤك يا رب العالمين، اشفي كل مريض. امين امين يا رب العالمين. وبالمناسبة نهدي هذه الكيكة لبنتي الغالية الوحيدة ليان، ونهديها لأختي، يعني تصادف عيد ميلادها مع عيد ميلاد بنتي في نفس اليوم. أختي العزيزة عفاف، ربي يحفظها ويطول في عمرها، وربي يكبرهم في طاعة الرحمن إن شاء الله يا رب العالمين. نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها وتفرحوا أولادكم والعائلة السعيدة تاعكم. ويبقى التزيين اختياري. وهنا راني زينتها تزيين بسيط كما راكم تشوفوا. زينتها بعيدان القفرات هذوما. ودركا ببقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة في فيديو لاحق إن شاء الله. وما تنسوناش بالدعم والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.